نصيحة للرئيس السوري أحمد الشرع: لا تسافر على أمريكا، لا تروح على أمريكا، الغي روحتك على أمريكا. يروح الأمم المتحدة يعني هون بدنا نركز على شغله، هو في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية إرهابي مطلوب للعدالة، يعني تمتلك حتى لو كان رئيس سوريا إنه يمسكوه ويحطوه بالسجن، غوانتيمالا يحطوه هنيك مع الشباب. هو شو بده يحكي بالأمم المتحدة؟ بده يحكي بالأمم المتحدة إنه هو ملتزم بالاتفاق وملتزم بأنه يمضي في عملية سياسية شاملة، ويعود لينفذ هذا الأمر. يعني بده يروح هيك إذا راح، يعني أنا ما بعرف شو بده يصير بهالأيام القادمة، كل شيء جائز. وفي تم تسريب أخبار ما أنا مؤكدة، ولكن بدنا نشوف إنه مو راح يكون هو الطرف السوري الوحيد، راح تكون كمان إلهام أحمد موجودة في الأمم المتحدة وستتحدث باسم سوريا. يعني بدنا نشوف هذا صح ولا لا، يعني زي هيك يكون مرتبين له مرتب يعني. خلينا نشوف. يعني أنا صدقا كان قلبي حاسسني إنه في شيء غلط، في ملعوب أمريكي. بس اليوم الصحفي والإعلامي الكبير نضال معلوف أكد لنا إنه راح يصير شيء بأمريكا، راح يتم إلقاء القبض على السيد الرئيس أحمد الشرع ويحطونه بالسجن، ويعينون إلهام أحمد هي رئيس للجمهورية العربية السورية، وسمير متيني وزير إعلام، وأخي ذوالفقار راح يكون هو المندوب الدائم لسوريا في الأمم المتحدة. ومع نضال ما عم يحكي من حكي عادي، من مصادر موثوقة. أحلام الفلول والقسديين.